السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ديلك ده التليفون ده اللي حلت من الدنيا. يا هادي يا ربي يا هادي، يا بركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبعد الأيام يا رب علينا وعليكم بالخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم النهارده الجو كان حر جدا جدا جدا، يمكن اول مره يحرر بالشكل ده في رمضان. وكان يوم السوق عندنا يعني الواحد كان يلهث من كتر الحر. واخدين بالكم اللغه العربيه الفصحى بتاعتي؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. خلصت سوق وجيت ما قدرتش اقعد. لا انت ديلك ده هيدمر لي الدنيا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نعل نعل يا جميل، نعل يا ماما، نعل يا تعب. ده التليفون حالته متدشمله اساس، مش ناقص. والله كنت عايزه اصور معاكم فيديو وانا بسقط الجبنه في البلاص، يعني هصفي المش اللي فيه، هفضي المش اللي فيه في حتتين جبنه كده، والجبنه اللي انا شرشتها علشان خاطر احطها في البلاص كنت عايزه اسقطها معاكم، والله ما قدرت، اقسم بالله ما قدرت، لان انا جايه من السوق مستكفيه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا كريم، وديم علينا سترك وعافيتك ورضاك يا رب. يا بركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. رجلك خليكي عاقلة. يا روح غادي، روح غادي. ورا شوية، رجلك دي ورا. سبحان الهادي. يعني اقول ايه، كل مره اجي احلبها هقوم فاتحه الكاميرا ومقعداكم معايا. ربنا يهديها يا رب. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عملتوا الكحك والبسكوت ولا لسه يا ولاد، ولا لسه زي حالتي كده متاخرين؟ احنا على فكره بنتاخر بمزاجنا احنا، يعني مش متاخرين ان هي عوالة مننا، لا احنا بنتاخر بمزاجنا. احنا بنحب نعمله بقى في الايه، في الثلاث اربع ايام الاخرانيين كده بيبقى لهم فرحه تانية. الواحد بيبقى ايه، بحس بقى بايام العيد دي الواحد يبقى مضغوط كده، بتبقى دي من ضمن فرحه العيد. ايوه والله العظيم ان انا ابقى عايزه اروق وعايزه اعمل الكحك وعايزه اعمل بسكوت وغريبه وبيض فور وليا ولاخواتي، ومضغوطين بقى وعايزين كده. عارفين اللبخه دي، اللبخه الجميله دي، وصوت اللي راح مشواره مش عايز يرجع تاني ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. يا بركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قرآن المغرب اشتغل اهو يا ولاد. بس اسمع، بس انتوا عارفين الجو لازم يحرر اليومين دول كده علشان خاطر يسوي الغله في الاراضي. سبحانك يا رب، سبحانك قادر على كل شيء. خلاص الغله هانت اهي، اصفرت وبقت عامله زي الذهب كده في قلب الارض. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، وداخلين بقى على موسم الشغل اللي هو ايه، فحت وردم. موسم الشغل ده بيبقى اصعب من الموسم الشغل التاني اللي هو بتاع زراعه الغله. لا موسم الرز
اللي هو بنضم فيه الغله وبنضم فيه التربيه اللي هو البرسيم بعد ما بينشف اسمه تربيه. وبقى بيجي بعدها بقى تجهيز المشاتل وشتل الرز، ده موسم صعب، انما الموسم اللي بعد كده بقى بيبقى سهل، اللي هو بتاع موسم زراعه الغله او تخضير الغله كلها. معلش يا حبايبي، هنا بقى كان لازم افصل الصوت شويه، لان كان في يعني حد من جيراننا عنده صيبه ان هو ايه، كان عنده عجل وكده وذبحوه. ربنا يعوض عليهم، اللهم امين يا رب العالمين، وما يضرش حد ابدا في ماله يا رب. عندنا بقى احنا في الارياف لما حد بيكون عنده صيبه زي كده يعني في حد بينده، سواء في الجامع او سواء بتوك توك كده، وبيلف وبيقول ان مثلا فلان الفلاني عنده حاجه زي كده، مثلا عجل ومذبوح او كده، والناس بقى كلها ايه بتقف جنب بعضها. ودي يمكن يعني من الحاجات الجميله قوي عندنا في الفلاحين. فبيروحوا بيشتروا منه، هما يعني مش بيشتروا بغرض الشراء، هما بيشتروا بغرض جبر الخاطر، او ان هما يقفوا معاه في المحنة اللي هو فيها، او يعني ايه ربنا بيجعلهم سبب ان هو ايه يعني يعوضوه شوية عن الخسارة اللي بيخسر. هو اكيد بيخسر، بس طبعا ايه اما بنبقى نقف كلنا كده جنب بعض بنهون على الواحد شوية. ربنا يا رب ما يضرش حد ابدا، لا في ماله ولا في عياله، اللهم امين يا رب العالمين. فعشان كده بس كان التوك توك معدي بيلف وبيقول، فعشان بس الاسم ما يطلعش وكده فاضطريت ان انا افصل الصوت. هو ده السبب اللي خلاني افصل صوت الحليب وانا بعمله معاكم. اللي وصل معايا بقى لحد هنا يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات و... ويحط لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشيروا فيديوهاتي على يعني على قد ما تقدروا. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى من السوق جبت بصل. بصوا الفلاحين بتوعنا وشطارتهم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا. شايفين البصلايه قد ايه؟ يعني البصلايه لوحدها الواحد يعمل بها حله محشي. بصوا بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكتر علينا وعليهم الخير. بصوا ما شاء الله البصله عامله ازاي، شايفين العنق بتاعها قد ايه. انا مش جايباه خزينه دلوقتي، بس انتوا عارفين ان انا خلصت بصل، فقلت بقى ايه اجيب شويه من السوق النهارده كده. اول ما لقيته فرحت قوي قوي ان البصل الجديد طلع، الحمد لله. ربنا يا رب دايما كده ايه ساترنا في بيوتنا وعندنا الخير كله، اللهم امين يا رب العالمين. والله العظيم انا زي ما قلت لكم ووريت لكم المره اللي فاتت في الطبخه اللي فاتت، انا كنت عامله ببصلتين قد كده ودول كان اخر حاجه عندي. فلما لقيته النهارده جبته، انا جبته بكيلو وربع ب10 جنيه. هو اي نعم اخضر والعنق بتاعته دي بتوزن، بس الحمد لله ان هو ايه موجود اساسا يعني. ودي الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، قدامهم الاكل والميه، وانا حلبت الجاموسه بقى واطلع اجهز ايه الفطار. يا رب صدق لك كل ده يا رب.
يا رب سترك على الفطور ده. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم اللهم لك الحمد تحزنون والشكر يا رب. الذين اختك يا بركة يا رب. يلا. آمنوا بآياتنا. وده يا حبايبي كان شكل الفطار معاكم النهارده. وبكده يبقى يومنا انتهى بعد تعب ومعاناة، بس اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ديم علينا الستر والصحة. كان هنا المغرب بيأذن، كنت عاملة بقى ايه، كان عندي شوية بسارية كده كنت حاطاهم في الفريزر، والله طلعتهم وعملتهم، شوية رز محمرين، طبق سلطة جميل كده، وكان فطار في الجون يعني، بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين.